تخيل معايا واحد واقف على عربية صغيرة وبيبيع في شارع جانبي، ممكن في يوم من الأيام يبقى صاحب إمبراطورية عالمية. هل فعلا المشاريع الصغيرة اللي بتبدأ في الشارع ممكن تغير مجرى حياة صاحبها؟ ولا ده حلم مش قابل للتحقيق كتير؟ عاوز تعرف؟ تعال نسأل السؤال. السوق بيقول ايه مع مصطفى إسماعيل. سنة 1916 في جزيرة في نيويورك، شاب بسيط قرر يبيع هوت دوج على عربية في الشارع. الموضوع كان عادي جدا في الأول، لكنه كان عنده سر صغير، خلطة خاصة جدا بيه بيحطها على السندوتشات بتاعته. بالإضافة كمان إنه خفض سعر سندوتشاته للنص، وبكده بعد عن المنافسين. وبسرعة كبيرة جدا العربية الصغيرة اتحولت لمحل كبير جدا، ومطعمه بقى براند كبير وبقى موجود في 10 دول، وقيمته السوقية وصلت لملايين الدولارات. تفتكر بقى إن الشاب البسيط ده كان متخيل إن الموضوع ده هيوصله لسلسلة الفروع اللي اتفتحت دي؟ يا سيدي هنروح بعيد ليه؟ في شارع بسيط جدا القاهرة بدأ شاب اسمه جاد يشتغل بضمير شديد واهتم بالجودة والنظافة، والناس بقى بدأت تتلم عليه بسرعة. وفي سنوات قليلة المطعم بقى سلسلة مطاعم، مش في مصر بس، ده في مصر وبره مصر وكل الدول العربية تقريبا، وبقي يشغل آلاف الموظفين وبيعمل عائدات وأرباح بالملايين كل سنة. جاد شاف اللي الناس ما شافتوش، إن المشروع ده ممكن تكون بداية إمبراطورية كبيرة له. طب انتوا عارفين إيه السر في المشروعات الصغيرة اللي بتبدأ من الشارع وتكبر؟ إن التكلفة بتبقى قليلة جدا في البداية، وإن العلاقة بتكون مباشرة ما بين صاحب المشروع والزبون. كمية المهارات اللي بيكتسبها صاحب المشروع، العلاقة المباشرة من الشارع مع الزبون، هو أهم وأكبر بكتير من أهم دراسة في كبرى الجامعات في البيزنس. كلامي ده معناه إن الشارع ممكن يكون نقطة انطلاق وتحول لمشاريع كبيرة جدا. سنة 1955 بدأت مطاعم ماكدونالدز من مطعم بسيط جدا من بيع البرجر في كاليفورنيا، اهتمت بسرعة تقديم الأكل وجودته لسلسلة المطاعم اللي احنا عارفينها النهاردة. يا عزيزي، الفكرة أهم من حجم البداية، والأمل في مشروع ممكن يبدأ من الشارع صدقني أمل كبير ما تستهونش بيه. يا صديقي، اقتصاد الشارع مش عيب ولا مجرد فكرة بسيطة، لكن نقطة انطلاق لمشروع عملاق. اللي بتتعلمه من شغلك في الشارع أهم بكتير من كلام كتير وكبير ممكن تتعلمه من الكتب. وصدقني مشاريع كبيرة جدا حواليك دلوقتي ابتدت من ركن صغير في حارة أو في شارع. لو هتختار بنفسك وبإيدك مشروع تبدأ بيه من الشارع، هيكون إيه؟ وإيه شكل التحدي اللي أنت خايف منه؟ منتظر أسمع منك، وما تنساش دايما نسأل السوق. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك. ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى إسماعيل.